أي يا سيدي المغربي هذا قال لكم تونس دولة ضعيفة وليس لديها خيار إلا أن تساند الجزائر أو ليبيا. باهي هو بنخرج بيك أنا عن النص شوي لكن مثالش تحمل الكلام اللي بنقوله لك. أول حاجة علاقتنا طيبة جدا جدا مع الجزائريين، والجزائر نسموها أختنا الكبيرة من حيث المساحة مش تبدا عارف. وإحنا حتى رئيس بتاع الجزائر نقولوا له عم التبون، مش تعرف اللي عقلية واحدة بين الجزائر وتوانسة، نقولوا له راه عمي تبون مش تبدا عارف، هم قيس يقولوا له عمي قيس. هذه ما ديروهاش انتم، قلت لكم انتم تعرفوا كانت تبوسوا اليدين تبوسوا الجلابه خلاص. انا ما نحبش نجمع، لكن فما فئه صحيح في المغاربه اللي يكونوا احرار وكل شيء، لكن قالها حتى الهواري بومدينو الله رحمه الله عليه، قالها انا ضد الديمقراطيه وضد تقبيل اليد والجلابه. وكانك من الليبيين منين يدخلوا لتونس يدخلوا على اساس داخلين بلدهم، على اساس داخلين دارهم. كانك من الكفاءات العسكريه ومن الفرق المختصه ومن الادمغه الناجحه الذكيه. نجو نحكوا على الطب في تطور مش عاد. المهم ما عادش تقارن روحك بالكبار، سلم ولدي واعرف قدرك، خاطر يقولوا عاش من عرف قدره، فهمت؟ وخليك في المليك متاعكم، وخليك في بوس اليد، وخليك في بوس الجلابه، وفوتك منها المواضيع هذه اكبر منكم. السلام عليكم.